يعرف إمام عاشور جيدا الأهلي المصري يقترب من مدربه الجديد. استقرت إدارة الأهلي المصري برئاسة محمود الخطيب على اختيار مدرب الفريق الجديد والذي سيقوده خلال الفترة المقبلة بعد إقالة الإسباني خوسيه بيرو بسبب سوء النتائج تحت قيادته. يقود الفريق الأحمر حاليا عماد النحاس، إذ قد تكون مباراة القمة ضد الزمالك غدا الاثنين هي الأخيرة له على رأس الإدارة الفنية للفريق. حسب التقارير فإن إدارة الأهلي توصلت لاتفاق مع الدنماركي توماس بيرغ لقيادة الفريق الفنية خلال الفترة المقبلة. توماس بيرغ مواليد 15 من أكتوبر 74، يبلغ من العمر حاليا 50 عاما. كان توماس بيرغ مدربا سابقا لفريق ميتلاند الدنماركي، رحل عن صفوفه في بداية الشهر الجاري. سبق له التتويج بلقبي الدوري والكأس بالدنمارك. كما توماس بيرغ إمام عاشور يعرفه جيدا. يعرف توماس بيرغ نجم الأهلي المصري إمام عاشور جيدا، حيث سبق له تدريبه عندما كان لاعبا في ميتلاند قبل انتقاله للفريق الأحمر. تولى توماس بيرغ قيادة ميتلاند منذ مارس 23 حتى مطلع شهر سبتمبر الجاري. قدم ميتلاند في 13 مباراة هذا الموسم من منافسات الدوري الدنماركي والدوري الأوروبي، ولم يتعرض للخسارة رغم إقالته. وتولى سابقا قيادة عدة أندية دنماركية مثل فريدريك ورايندرز وبورو وهوينج.